تعالى الأهلي يا بنتاي. أهلا بيك في الأهلي. أهلا بيك يا بنتاك في الأهلي، وطبعا أنت اتشرفت بوجودك في النادي الأهلي. سؤالي بس هنا أو كلامي هيبقى موجه للناس الزملكاوية اللي بتفهم، مش الناس الزملكاوية اللي عايشة في نظرية المؤامرة. تعالى كده نتكلم واحدة واحدة وبالراحة. لو انت جيت سألت اي حد تاني زملكاوي بيفهم، او اي حد في مصر عامة بيفهم في ادارة المؤسسات الرياضية او في الرياضة عامة، سألته فين مشكلة نادي الزمالك الحقيقية، هيقول لك مشكلة نادي الزمالك الحقيقية في مجالس ادارة نادي الزمالك. وليه جمعت وقلت مجالس ادارة نادي الزمالك؟ لان المشاكل كلها باثر رجعي، واكبر دليل على كلامي مشكله الارض اللي بقى لها 20 سنه واكتر مش عايزه تتحل. فده معناه ان كل المجالس اللي جت في الفتره الاخيره، سواء 4 مجالس او 5 مجالس، ما عرفوش يحلوا المشكله، وده فشل اداري، وده من اسباب فشل نادي الزمالك، او عدم نجاح، بلاش فشل، عدم نجاح نادي الزمالك الفتره الاخيره. بجانب طبعا الصفقات اللي كانت بتيجي وفلوس بتدفع على الفاضي وحاجات كتير، ممكن نقول ان دي اخطاء بتحصل في بعض الانديه. ولكن لو جينا بصينا للنقطة الأهم، تعالى كده أنت دلوقتي حالا اسأل أي زملكاوي عاقل، قول له روح اسأل أي لعيب في النادي مسجل حاليا في النادي، قول له أنت تقعد في النادي ولا تمشي؟ أول حاجة هيقولها لك لو جالي عقد، أي عقد همشي. ليه؟ لأن هو ضامن إن هو يجي آخر الشهر هياخد مستحقاته، ضامن إن هيتعامل معاملة لعيب محترف. وده الفرق بين الزمالك والنادي الاهلي. النادي الاهلي في حته تانية خالص بعيده عن المواضيع دي، ودي من اهم واحد اكبر نجاحات واستمرار الاهلي في النجاح، انه دايما ملتزم مع لعيبته وملتزم مع جمهوره بكل الالتزامات اللي بيتفق عليها، سواء كان مع اللعيبه او بيلتزم بيها قدام الجمهور كمجلس اداره. انما بقى الناس اللي عايشه في نظريه المؤامره والانتماء المجذوب، بلاش تعلقوا اخطائكم على ناس تانية، عشان الاخطاء من عندكم انتوا، منكم فيكم. حاسبوا مجلس ادارتكم زي ما احنا. اول ما مجلس الادارة بيفكر بس يعمل حاجة غلط، الجمهور بيمسك خرزانة وبيقول له لا ارجع، انت عندك جمهور كبير بيحتاج منك ان انت تنجح، وبيحتاج منك ان انت دايما تظهر بشكل يشرف النادي. محدش يزعل مني من الزملكاويه، صدقوني انا بتكلم ده لمصلحه الزملكاويه. حاسب مجلس ادارتك بسرعه عشان النادي تاني يرجع يقف على حيله، ونشوف منافسه قويه في الكره المصريه، لان احنا بالبلدي كده مفيش منافس للنادي الاهلي في الدوري المصري بعيد عن بيراميدز. احنا بنتكلم على الجماهيريه، القوه الجماهيريه. مفيش منافس قوي في الدوري المصري غير نادي الزمالك للنادي الاهلي. يا ريت الناس اللي بتحب نادي الزمالك بجد تخاف عليه، لان خلاص نادي الزمالك بينهار. نادي الزمالك سنة سنتين وهنشوفه أسوأ وضع من نادي الإسماعيلي. أتمنى إن الناس الزملكاوية اللي بجد وبيحبوا النادي بجد يقفوا جنب النادي الفترة دي، عشان نادي الزمالك بينهار. يا ريت محدش يطلع يقول لي اصل النادي الاهلي بيستغل الثغرات والاخطاء اللي بيقع فيها نادي الزمالك. طبيعي يا باشا، المنافسه والاحتراف هو ده اللي بيتكلم عليه وبيقوله، ان انت لازم تستغل كل نقاط قوتك ونقاط ضعف الاخرين. واحنا الصراحه باردين قوي في الحته دي. اول لما بنلاقي لعيب احنا محتاجينه هيمشي من عندكم، تعالى الاهلي يا بنتاي. اهلا بيك في الاهلي.